يتميز عالم الفنادق الخمسة نجوم بالإثارة نظرا للأحداث والشخصيات المشهورة والبارزة الذين يقيمون به، ولكن على الطرف الآخر توجد الفنادق التي تسمى اللوكندات الشعبية، والتي تحمل نجمة واحدة أو لا تدخل في تصنيف النجوم على الإطلاق، فهي لا تقل إثارة عن الفنادق الكبيرة المشهورة من حيث الأحداث والحكايات المثيرة. فكلمة لوكاندا هي كلمة إيطالية تشير إلى بقايا تأثيرات قديمة، حيث كانت المدينة تستقبل تجار البحر المتوسط ومهاجرين من إيطاليا واليونان، على عكس اللافتات الحالية التي تعتمد على كلمة فندق العربية كبديل لكلمة لوكاندا أو بنسيون. ولقد لفت نظرنا هذا المبنى القديم واللافتة التي تقول لوكاندة المنتزه في مدينة بورسعيد، فقررنا الدخول وإجراء هذا الحوار مع صاحب ومدير اللوكاندا. أول حاجة نحب نتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا، أنا إبراهيم سليمان إبراهيم، صاحب الفندق اسمه المنتزه، موظف في جامعة بورسعيد، مدير عام إدارة هناك إن شاء الله، وفاضل لي سنة وأطلع المعاش بإذن الله. أهلا بحضرتك. أهلا بك. طب يا ترى حضرتك يعني اشتريت الفندق ده ولا كان مين الملك الأصلي؟ لا، كان الملك الأصلي الوالد وجدي، كانوا شركاء مع بعض الاثنين، اشتروه سنة 56. تمام. أجروا الدور الأولاني ده وعملوا فندق. هل اشتروه من أجانب ولا اشتروه؟ لا، هو كان أصلا المكان ده كان معمول نادي. فطبعا النادي كان خلاص سابوه، فاحنا اشتريناه وبدأنا نعمل فندق فيه. تمام. طيب يا ترى هو الفندق كام دور ولا؟ الفندق دور واحد بس. دور واحد. مكون من 6 غرف و2 حمام ومطبخ كبير. وعملنا رخصة له ب 25 سرير. فالحمد لله رب العالمين من ساعة ما فتحناه والفندق شغال. اللوكاندا احنا مسمينه اللوكاندا شغالة كويس قوي، يعني ناس محترمة وناس سياح كانت بتنزل تنام عندنا في بدايه ما فتحناه. وناس جريج ايام ما كان الجريج موجود هنا في بورسعيد، كانوا بيجوا هنا لمنشأ اماكن، كانوا بيجوا يناموا عندنا هنا. طيب هل مثلا في زبائن مصريين بيجوا يعني يقضي ليله واحده، مثلا بيبقى جاي يقضي مصلحه؟ كنا عندنا نوعين، نوع بيجي مستديم عندنا ما بيقعد يعني هو تيجي يقضي يومين 3 فبيتمسك بالفندق، فبيقعد ما كان ليه لو كنا حاطين تسعيره معينه، اللي بيقعد شهر بيبقى ليه خصم شويه في الزبون اليومي، في يومي وفي بالاسبوع، وكنا بنطلب طبعا منه نشوف عايز قد ايه. فالاغلبيه كلها كانت بتيجي تتمسك على اساس انها كانت فندق ممتاز، فندق نظيف ماشي على نظام الجريجي، اغلبيه الجريج موجودين، فكله بيتمسك وكان بيقعد هنا بالشهر بقى والشهرين والسنه والسنين. طيب هل مثلا في سياح بيجوا يعني من الدول الفقيره مثلا بيجوا عندك دلوقتي؟ بيجي يعني كان في ناس بتيجي اللي هم السياح اللي انت زي ما تقول عليهم كلهم، كان بيجي يسالوا في اماكن فاضيه كنا بننيمهم. ما فيش اماكن فاضيه بنقول لهم ما فيش فاضيه بقى، لان انت عارف الفندق بقول لك 25 سرير، 25 يعني 6 غرف بس. هي الغرفه كبيره، يعني غرف كبيره من فندق زي ما انت شايف كده، من المباني القديمه، مبني سنه 1882. السقف بتاعه من الارض للسقف 6 متر. والاوضه بتبقى عندها 6 متر في 5 متر، يعني غرف كبيره. الارتفاع العالي ده بيساعد في التهويه طبعا. بيساعد في التهويه طبعا. انت عارف طبعا الارتفاع العالي ده ما كانش بيصيب بامراض، وكان بيبقى تهويه وكان في ما فيش مراوح، ما فيش حاجه من دي، ما فيش الحاجه اللي احنا عايشين فيها الوقت ده. ايوه. طيب حضرتك قلت لي في مطبخ، هل مثلا في زباين بيبقى بتطلب مثلا اكل معين، او في خدمه مثلا بالاكل او من غير اكل؟ هو ده قلت لحضرتك ان كان في مطبخ كبير ومجهز تمام، بس طبعا الدنيا اتغيرت، الحاله اتغير. الكلام ده كان في الاول زي ما بقول لك، ايام الجريج وايام الزبائن اللي كانت بتيجي تقعد هنا، وايام الزبائن اللي كانت بتتمسك بالفندق، كان المطبخ جاهز، كان عندنا البوتاجاز والحاجه كلها مطبخ جاهز كامل. فكان في زبائن بتقعد عندنا بالشهر، كان بيطبخوا جوه فيهم وبياكلوا، خد بالك بتجمع في الحته اللي احنا قاعدين فيها ديت بياكلوا فيها. كان في زبائن طبعا، كان في بوفيه شاي وقهوه وكده كنا بنقدمهم، انما كل ده الحل اتغير طبعا، الحل كله اتغير. ده كل ده كان ايام زمان، لكن دلوقتي مفيش حد بيطلب مثلا شاي او قهوه. لا، ما حدش بيطلب. لا دلوقتي الزبائن كلها اتغيرت، لان بقول لحضرتك ايام زمان كل الزبائن بتاعتنا كانت زبائن حاجه محترمه. يعني بقول لحضرتك كنا عايشين كانك انت داخل الفندق، كانك داخل قاعد مثلا في اليونان، مش داخل في بورسعيد. يعني النظام كله اصلا يوناني. كان الحمامات اصلا النظام بتاعها كان يوناني.
اللهم صل على حضرتك فيه السراير جوه، كنا السراير بقى حاجه نظام يوناني، فالزبون اللي كان بيجي يقعد هنا هو كان بيجي بالسراير فبتمسك بالقعده بتاعته، فكان بيستعمل المطبخ، بنسيب له المطبخ يستعمله، بنسيب له حاجه اللي زي دي. بوفيه الزبون اللي هو بتاع اسبوع يومين اليوم، كان بيطلب شاي بيطلب قهوه، بنعمل له في الشاي والقهوه جوه. كان عندنا هنا كمان لكن هل مثلا بيبقى مسموح لبعض الزبائن ان هم يجيبوا اكل تسخنوا لهم مثلا؟ يسخنوا، كان بيدخل يسخن وياكل ويقعد، بس ما يدخلش في الفندق جوه في الاوضه، كان بياكل هنا في الصاله، كنا مسمينها صاله هنا في الانتريه في الصالون هنا. كان معاه يجي ياكل هنا. الزبائن طبعا كان عامل زي بقول لحضرتك نظام الجريجي. نظام كان حاجه راقيه، حاجه نظيفه، الزبون اصلا كان نظيف، يعني ما كانش اي حد يسكن هنا طبعا يدخل الا ما كان لازم انسان نظيف، نظام حاجه كويسه. هو اللي كان بيحافظ على الفندق اكتر من صاحب الفندق. ما كانش طبعا لو حاجه يعني انت عارف حضرتك لما يكون الزبون نظيف بيبص لصاحبه، لو تلاقي حاجه مش عاجباه ما كانش بيعجبه طبعا، هو اللي بينظم حاله. فكانت حاجه طبعا راقيه، حاجه نظيفه جدا يعني. الارض كانت باركيه، هو اللي بتتلمع الصبح، السرير بتاعه سرير سوسته، لو مفيش سرير مرتبه بتتقلب، الملايات نظيفه بتتكوى السرير، وكنت كلها كان اسعار، حتى كمان اسعار شعبيه، مش اسعار زي الحاجات الغاليه النجوم ديت. لا كنت كلها حاجه شعب بس حاجه نظيفه يعني. هل مثلا تفتكر شخصيات بقى تاريخيه جت هنا عدت عليك في الفندق يعني انا طبعا انا وعيت بقى لدرجه انا كنت وانا صغير جت والدي اخذني من وسط اخواتي انا في الفندق، فكان اللي بيقول طبعا اللي كانوا بيقوموا من اهوت كان معيد في كليه التجاره، ناظر مدرسه النيس الاستاذ مختار، اللهم صل على ممثل فنان علي شعلان اللي غسيل الوقت مش عارف اذا كان توفى ولا موجود، ناس كلها، مدير البوسطه، مدير السنترال، مدير كلهم ناس كلها كانوا محترمين يعني. بقول لحضرتك الزبون كان بيجي يتمسك بالحته هنا لان حاسس ان هو قاعد في بيته، مش قاعد في فندق ولا قاعد في بنسيون ولا حاجه من دي. طب هل مثلا في الاعياد بتزيد مثلا نسبه الاشغال هنا ولا؟ ما هو اللي قاعدين بقى مش بتزيد بقى طبعا. الايام اللي كان بتزيد هنا ايام زمان طبعا، كل ده بكلمك على المرحله القديمه اللي وانا اصلا في المدرسه في ابتدائي في اعدادي. كان والدي اللي ماسك، كنت قاعد موجود هنا، كنت بشوف يوم الخميس والجمعه المراكب السياحه كانت بتيجي هنا، كانوا بيجوا هناك شركه مصر السياحه، السواقين كانوا بيجوا هنا طبعا حاجزين هنا، بيجوا يحجزوا اوض عشان هم بياخدوا السياح ويودوهم مصر وبتاع، فكان الفندق كان بيبقى مليان الخميس، وايام المراكب اللي هي جايه عشان تاخدوا السياح. خد بال حضرتك. طيب هل حضرتك مثلا لما بيجي لك زبون دلوقتي بيبقى نظام الدفع مقدم وحضرتك بتتاكد مثلا من شخصيته؟ يعني هو دلوقتي الفندق اتغير خالص، كان اللي بحكي لك ده كله بتاع الزمن الجميل، بتاع الزمن القديم ده طبعا. اللوكاندا اتغيرت، نظامها اتغير خالص. الوالد توفى والوالده طبعا مسكت مطرحها واحنا قعدنا راعيها، فالوالده طبعا عكس الوالد وعكسنا بدات تغير الزباين بدات تدوب اللوكاندا، فاهم حضرتك؟ فاحنا والجده توفت بقى، بدات بقى اشوف الفندق من اول جديد وارجعه، احاول ارجعه زي الاول يعني. لكن حضرتك احتفظت بالشكل القديم زي ما هو؟ الشكل القديم زي ما هو. لا انا لما باجي اوضب دلوقتي بدات اوضب تاني من اول وجديد بعد الوالده ما توفت، كانت دابت بقى اللوكاندا خالص. بحاول ارجع التراث بتاع والدي. يعني هو دلوقتي ما حدش يعرف من اخواتي ولا حد يعرف من اهوت ان انا برجع الشكل اللي انا كنت عشت فيه مع والدي. فبحاول اعمله من اول وجديد تاني الفندق، لان الفندق طبعا دخل العماره، دخلت اثار اولى. فالحمد لله رب العالمين بدات اوضب فيه واحده واحده، وهرجعه باذنك يا رب زي الوالد ما كان موجود باذن الله طبعا. طيب هل مثلا في نوعيات زباين بتعمل مشاكل، بتقابلك مشاكل؟ طبعا زباين بتعمل مشاكل في اي حته، الفنادق بالذات دي معروفه طبعا. فاحنا بنحاول ننتقي الزبون اللي هيجي يسكن. ما بنسكنش اي حد خلاص. الوالده كانت طبعا ايام ما كانت بتدير كانت بتجيب زباين اي كلام ويحصل مشاكل ونحصل مشاكل الفنادق كلها. زي ما انت عارف اللي فيه الكويس وفي الوحش. انما الوقت بدانا ننتقل للزباين الوقت الحمد لله رب العالمين غيرت بنسبه حوالي 60% من الزباين. الزبون النظيف هو اللي بيجيب الزبون النظيف، الزبون الوحش هو اللي بيجيب من الزبون على اساس ان احنا فندق شعبي، لوكاندا شعبيه مش لوكاندا نجوم نجمه ولا نجمتين ولا حاجه. فانا الحمد لله هحاول ارجعه زي ما كنا الاول ايام الوالد وكده. تمام. طب هل بيجي لك مثلا بعض الطلبه اللي هم ما بيلاقوش مكان احيانا في طلبه بتيجي ايام الامتحانات اللي هو ايام اللي عندهم مواد ولا اي حاجه من دي، لو عندي الطلبه دي انا بتبسط منهم يعني، لانهم برضه بنقيهم برضه لان انا اصلا شغال في الجامعه فانا عارف نظام الطلبه اصلا. فلما بيبقى عندهم مواد عايزين يقعدوا اسبوع ولا حاجه وعندي فاضي ولا اي حاجه بسكنهم الطلبه.
تمام. طبعا بعد ما المنطقه الحره بقى اتلغت من بورسعيد، ده طبعا اثر على حركه الناس اللي هي الوافده اللي بتيجي من بره بورسعيد وكده، فاثر على بالتاكيد برضو على نزلاء الفندق. طبعا المنطقه الحره بدات في السبعينات. اول ما رجعنا من الهجره، احنا بورسعيد كلها كانت مهجره. اول ما رجعنا من الهجره كانت اصلا الفندق كان في ناس قاعده، احنا كنا مستبقيين. كانت المحافظه مخليه ناس معينه تقعد في البلد عشان البلد تبقى ماشيه والامور ماشيه. من ضمنها احنا كنا اللوكاندا بتاعتنا المستبقيين، كان فيها زبونين اللي هم قافلين بيوتهم وقاعدين نايمين في اللوكاندا. بدات المنطقه الحره في السبعينات. المنطقه الحره جابت ناس بقى تفتح تشتغل من المنطقه الحره، من المنصوره، من الاسكندريه ومن المحافظات الثانيه. بدا يشتغل، ما كانش لهم اماكن، فكان بقى طبعا يستغلوا اللوكاندا بتاعتنا. كان الشباب بقى معاه عايز يشتغل هنا في المنطقه الحره، بدأنا نشتغل في المنطقه الحره في السبعينات. واحنا طبعا كل بورسعيديه اشتغلوا في المنطقه الحره. طبعا المنطقه الحره قفلت، وبدات الناس ديت بقى خلاص ترجع بلدها تاني، اللي من المنصوره واللي من اسكندريه واللي من المحافظات كلها بدات ترجع. والوالده زي ما انا قلت لك ان الوالد بقى توفى في التسعينات، والوالده هي اللي هي اللي ادارت المحل. فطبعا جابت زباين بقى، الناس اللي بيشتغل بقى في المطاعم والناس اللي بيشتغل في القهاوي والناس اللي بيشتغل، ودول كان فئه طبعا غير الفئه اللي احنا كنا مختلفه خالص. طبعا ضربت الفندق خالص واللوكاندا طبعا اتغيرت. فبعد زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان بقى الوالده توفت في 2006، فبدات انا افكر ان انا ارجع الفندق زي من الاول تاني وننتقل الزباين، والحمد لله رب العالمين ماشيه، وبنبدا نغير الزباين وكده. تمام. طيب هل بيجي لك مثلا اللي هم الناس اللي شغاله في المنطقه الصناعيه؟ المنطقه الصناعيه والصناعه دول اغلبيتهم اللي بيجوا من بره، دول بيجوا من المحافظات الشرقيه والمحافظات اللي جنبنا، المجاوره والاسماعيليه والحاجات اللي زي ديت. ما بيسكنوش هنا، دول ده بيشتغلوا وما بيقعدوش بقى في فنادق، لان الفنادق هتبقى صعبه عليهم، فهم بيجوا باتوبيسات الصبح وبيرجعوا تاني اخر النهار. دي بورسعيد مشهوره قوي يمكن المنطقه الصناعيه كده. والباقي اللي بيشتغل في بورسعيد بيروح في بيته، ما بيقعدوش في اللوكاندات. ما ينفعش يقعد في اللوكاندا اللي بيشتغل في المنطقه الصناعيه، مكلفه عليه. غاليه عليه، لان بياخد مبلغ معين، فبيجي الصبح بيجوا باتوبيسات ويرجعوا في الاتوبيسات ديت. تمام. ما فادتناش يعني، ما فادتش الفنادق وما فادتش الحاجه اللي زي ديت المنطقه الصناعيه. تمام. طبعا بالنسبه لايام الحرب اللي مرت بها بورسعيد، الفندق فضل زي ما هو، ما حصلوش حاجه. انا قلت لحضرتك ان احنا كنا من ضمن الناس اللي استبقت. المحافظه كان مستبقيه ناس، لان الفندق بتاعنا فندق قديم من سنه 1882. الفندق المبنى نفسه من 1882. المبنى دوت كان من ضمن الذكريات الحلوه لايام الحروب وايام الطيران، لما كان بيضرب كان البيوت بتتهز وبتقع، البيوت بتاعنا بتهز والبيبان بتهز وما حصلش حاجه. فانا لما كبرت شويه، الكلام ده كان في 73، انا مواليد 58. فلما عرفت بقى بصيت كده هو في الاساس واحنا بنغير الحمامات، لقيت ان المبنى بتاعنا ده دخل اساس اثار ليه اولى، عشان ده بيتكون من اساسين، اساس المسلح العادي واساس حديد، عشان الاثار الزلازل ما تاثرش فيه والحرب ما تاثرش فيه. واي كان هنا الحروب، كان عندنا السلاح الطيران بتاع الاسرائيلي كان بيضرب هناك، كان بيتهز فيه، بيقع البيوت بتقع، والبيت بتاعنا ما كانش بيتاثر ولا صاروخ ولا اي حاجه. لا، لان كان هو اصلا مبني على اساسين، البيت بيتهز بس على اساس الحديد. والموجود دلوقتي اللي موجود الاساس الحديد، الاساس الحديد موجود، واساس من ضمن الحاجات اللي احنا ما كناش نعرفها ان كان في المطبخ والحمامات مواسير بنغير لا مؤاخذه الحاجات بتاع الحمام. الجريلا مثلا دابت بقى، انا بقول لك 1882. فاحنا بنغير كده وبنفتح، مش عارفين الجريلا والمواسير دي بتصب اصلا فين. مش لاقيين مكان. فوجئنا ان الحيطه اللي بين الحمامات وبين البلكونات، الحيطه الكبيره كلها فيها ماسوره، القطر بتاعها اكتر من حوالي 10 متر. داير موضوع دي المواسير جواها، وبترمي لا مؤاخذه لما ترمي الزباله تنزل تمر تحت لغايه ما تنزل لسله الزباله تحت. والمواسير دي جواها والجريدات جوه المواسير. طب حضرتك، فعشان كده اللي بقول لحضرتك احنا دخلنا اثار اولى، والبيت الاساس بتاعه زي ما هو. مبنى قوي استحمل، مبنى قوي استحمل سنين. ما هو لحضرتك اساسين، اساس حديد واساس مسلح. تمام. طيب بالنسبه بقى للذكريات بتاعت والدك مثلا هنا، ما انا قلت لحضرتك انا كان والدي فتح من سنه 56، كانوا اللي بيسكنوا اللي هم جايين الزبائن اللي كانوا بيجوا كان اغلبيتهم بيبقوا جريج. من ضمن الناس الجريج اللي هم مش الجريج الغلابه اللي كانوا هنا بورسعيد بيجوا يشتغلوا، في لهم محلات ولهم حاجات هنا ويتعلموا. انا فوجئت وانا بقى بعد ما والدي في السبعينات وانا في الثانويه العامه،
فوجئت ان في واحد جاي بيسال على والدي، راجل محترم كده، انا مهندس ابطان فلان الفلاني. فقابلته تحت، قال لي انت منين؟ قلت له انا فلان الفلاني. قال لي والدك سليمان؟ قلت له اه والدي سليمان. طب انا عايزه الوقت ضروري، لازم تديهولي عشان هو ده الراجل ده مربيني وانا اللي اعرفه، وانا اقول له اسمه فلان اسمه فلان لازم يجيني وبتاع. فانا ده وفوجئت بقى ان ده كان والدي بيديله مصروف ايام زمان، ولما مشوا الجريك بقى من هنا هوت راح كمل تعليمه في اليونان، وجه بقى ابطال مركب وبقى اتعلم ابطال مركب، وعايز مش ناسي الذكريات الحلوه بتاعت والدي اللي كان بيصرف عليا وكان بيديني الفلوس عشان اتعلم وعشان كذا. فما اتقابل مع والدي كانت مقابله رهيبه يعني. كان جاي مخصوص يسلم عليه، جاي بظروفها معدي بقى، كان ابطال مركب معدي من القناه لنهوت. فقال لهم اللي هي ذكريات في بورسعيد، وعارف المكان، وجه عارف المكان لان المكان بتاعنا ما اتغيرش. ايوه. وكان مصمم ان هو ياخد والدي اليونان بقى، وتعرف كانت المنطقه الحره بقى اشتغلت ورجع قعد يحكي لي بقى على ذكرياته القديمه. والده كان بياكلني، والده كان بيديني فلوس، والده كان بيعمل لي كذا، لازم اشوفه. وجاي هنا وجاب المهندس بتاع المركب، كان مهندس الماني. فجابه وجا قعد في الحته اللي انت قاعد فيها دي. فكان طلب مني طلبين عجاب قوي، انا استغربت قوي. فقال لي والدي ان انا يا عم سليمان عايز اكل طعميه وفول. بيحب الطعميه. فانا فوجئت بالطلب ده. فقلت واحده بعت جبت طعميه وحطيتها على الترابيزه اللي انت قاعد حضرتك عليها قدامها ديت. والمهندس اللي معاه المركب مهندس الماني، ففوجئ بقى بالطعميه بالشكل دوت. وكنت عايز بدنجان مخلل، عايز بدنجان وخيار مخلل. جبت له اكله وحطيتها اهوت، ونزل والعيش وبدا ياكل، وصمم ان المهندس ياكل معاه. المهندس كان كاشش كده من الاكل خايف. فانا فوجئت ان انا لازم انزل اشتري تاني لان هم اكلوا الاكل كله. ذكريات جميله طبعا ذكريات جميله طبعا. احنا بنشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده، ونتمنى يعني ربنا يوفقك تعيد التراث والفندق يشتغل. ربنا يخليك ان شاء الله، باذنك يا رب، باذنك يا رب، باذنك يا رب نرجعه زي التراث الاولاني بتاعنا القديم باذن الله باذن الله باذن الله. وربنا يوفقك. ربنا يوفقك.